الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء المشي هنالك الوقت الكثير الذي ينبغي أن يستثمر في مرضاة الله وفي طاعة الله، لأن هذه الرحلة أخواني أخواتي، هذه الرحلة نحو الإمام الحسين عليه السلام هي رحلة من أجل تزكية النفس وإصلاح النفس وتربية النفس والتخلق بأخلاق الله وبأخلاق آل البيت عليهم السلام. فهذه الرحلة ينبغي علينا أن نقوم بالكثير من الأعمال حتى نتزود بالتقوى. فهذا الوقت ينبغي أن لا يذهب نحو المزاح والكلام الفارغ والكلام الذي لا ثمر فيه، وعليه وضعت بعض النقاط على أن يكون هذا البرنامج برنامجا عباديا لمن يرغب به. بداية علينا أن نحافظ على أوقات الصلاة، صلاة الفجر والظهرين والعشاءين. إذا سمعت المؤذن قد أذن توقف أيها الزائر، لأن هذه الخطوات مستحبة والصلاة واجبة. كذلك ينبغي الاهتمام بإحياء شعيرة صلاة الجماعة. إخوان الزوار، مو مهم هواي إنه أنا مشيت 30 كيلو 40 كيلو وأنا لا أقرأ قرآن ولا أقرأ زيارة ولا أقرأ دعاء ولا أصلي صلاة جماعة. بعض الشباب هم إنه إيش قد يمشي، إيش قد اليوم مشيت. عزيزي نعم هذا أجر وثواب، ولكن هذه الأعمال جدا مهمة. زين. ثالثا التعقيبات، هنالك تعقيبات لصلاة الفجر، صلاة الظهر والعصر والعشاء، المغرب والعشاء. كذلك المواظبة على تسبيح الزهراء عليه السلام بعد كل صلاة، ولا سيما أيضا قبل النوم. المواظبة على دعاء العهد 40 صباحا، هذا دعاء العهد، أنت تعاهد صاحب العصر والزمان بهذا الدعاء ويقرأ صباحا لمدة 40 يوما. أدعية الأيام، هنالك أدعية الأيام في مفاتيح الجنان، دعاء يوم الجمعة ويوم السبت والأحد إلى آخر الأسبوع. كذلك هنالك زيارات الأيام أيضا مهمة، وهي كلها ما تأخذ من وقتك الكثير. ذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد في اليوم 1000 2000 3000 5000 10000، لأن الصلاة على محمد وآل محمد تحط الذنوب، تهدم الذنوب، وفيها ما فيها من الفضائل. كذلك الاستغفار من الذنوب، لأنه نحن عندما نذهب نحو الإمام الحسين هذا طريق الإصلاح، طريق التوبة. نريد أن نتخلص من الذنوب والمعاصي من خلال التوبة والاستغفار. نقوم بالاستغفار في اليوم 1000 مرة 2000 مرة 5000 مرة، تقول أستغفر الله وأسأله التوبة. كذلك قراءة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد في اليوم، تعلمون ثواب هذه السورة، في اليوم نقرأ هذه السورة 100 مرة يوميا. المواظبة على زيارة عاشوراء قبل النوم، قبل النوم نقوم بزيارة عاشوراء. الأمر المهم هو البقاء على الطهارة، دائما وانت تمشي كون على طهارة. من تطلع من بيت المعزب، من بيت خادم الإمام الحسين، توضأ واطلع. من تروح للتواليت إذا صار عندك فد حدث معين يبطل الوضوء، عاود الوضوء، أجر وثواب عظيم جدا. قبل لا تنام توضأ، وتعودوا على هذه الأعمال وهذه المستحبات حتى بعد الرجوع من زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد واحد